بكم في حلقة جديدة من برنامج كلاشنكوف. اليوم نصور لكم منظومة صاروخية تتميز بقدرة تدميرية خارقة، وتعتبر ثاني أقوى سلاح على الكوكب بعد الأسلحة النووية. إنها منظومة سميرش. اسم المنظومة له دلالة خاصة، فكلمة سميرش في اللغة الروسية تعني الزوبعة، وهذه الصواريخ قادرة على تدمير أي شيء على طريقها، بدءا من مدرعات العدو إلى المواقع المحمية بالحصون الإسمنتية، بل وحتى فصائل كاملة من القوات المعادية وسلسلة أنفاقهم تحت الأرض. هذه المنظومة لها من القوة ما يمكنها أيضا من تدمير مراكز القيادة لجيش العدو. منظومة صاروخية سميرش مزودة ب12 صاروخا من عيار 300 ملم، ووزن كل صاروخ يتجاوز 800 كيلوغرام. أما وزن المنظومة كلها فيصل إلى نحو 44 طنا. ورغم هذا الثقل الكبير بإمكانها التحرك بسرعة 60 كيلومترا في الساعة. منظومة سميرش قادرة على إطلاق جميع الصواريخ خلال 38 ثانية لمغادرة موقع إطلاق النار بعد دقيقة واحدة فقط، لتجنب إصابتها بنيران العدو المضادة. إلى جانب روسيا توجد هذه المنظومات الصاروخية في خدمة جيوش 15 دولة، ومنها دول عربية مثل الجزائر